لما بنتكلم عن حرق السعرات أول حاجة بتيجي في بالنا إيه؟ الجيم طبعا والتمارين الصعبة. بس يا ترى في طريقة تانية مخفية كده بنحرق بيها سعرات حرارية كل يوم من غير ما ناخد بالنا؟ كتير مننا بيواجه المشكلة دي. اليوم زحمة، الوقت بيجري، والالتزام بروتين تمرين معين ممكن يكون صعب. لكن يمكن الحل يكون أبسط بكتير مما نتخيل. طيب، عشان نفهم الحكاية دي محتاجين نعرف مصطلحين مهمين قوي: AIT ونيت. النيت، الاسم ممكن يبان غريب شوية، بس هو ببساطة شديدة أي طاقة بنحرقها في حركتنا اليومية اللي هي مش تمرين. يعني المشي في الشغل، غسيل المواعين، استخدام السلم بدل الأسانسير، كل الأنشطة دي بتدخل تحت مسمى النيت. وبصوا بقى على هرم الطاقة ده عشان الصورة توضح أكتر. بعد معدل الأيض الأساسي اللي هو الطاقة اللي جسمنا بيحتاجها عشان يعيش بس، النيت يعتبر أكبر جزء من استهلاكنا اليومي للطاقة. متخيلين؟ أكبر حتى من التمرين المخطط ليه. وده اللي بيخلي الموضوع مثير للاهتمام فعلا. يعني عشان نلخص الفرق، الإيت هو التمرين اللي بنروح نعمله مخصوص في الجيم أو النادي، إنما النيت هو كل حاجة تانية بنعملها خلال اليوم. طيب، الكلام النظري ده جميل، بس بالأرقام بقى تأثيره الفعلي إيه؟ هنا بجد هتبدأ المفاجأة. تخيلوا معايا شخصين ليهم نفس الوزن والحجم تقريبا. الفرق الوحيد بينهم هو طبيعة شغلهم اليومي. واحد شغله مكتبي والتاني شغله بيعتمد على الحركة والمجهود البدني. الشخص اللي شغله فيه حركة ممكن يحرق عن طريق النيت لوحده حوالي 2000 سعر حراري في اليوم. ده رقم ضخم جدا بيجي من الحركة اليومية العادية بس. في المقابل بقى، الشخص اللي بيقضي يومه في شغل مكتبي النيت بتاعه بيحرق حوالي 750 سعر حراري. شايفين الفرق عامل ازاي؟ ده بيورينا ان تغييرات بسيطة في اسلوب حياتنا ممكن تعمل فرق ضخم. ولما نحسبها على مدار أسبوع كامل الفرق بيبقى خرافي. لو حد بيتمرن 3 مرات في الأسبوع ممكن يحرق حوالي 1000 سعر حراري. لكن لو زود حركته اليومية بس، النيت ممكن يوصله إنه يحرق لغاية 7000 سعر حراري في نفس الأسبوع. هنا بقى بتظهر القوة الحقيقية للحركات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم. لما بتتجمع بتعمل فرق أكبر بكتير من اللي بنتخيله. أوكي، كده اقتنعنا بأهمية النيت. السؤال دلوقتي، إزاي نزوده في حياتنا اليومية من غير ما نحس إننا بنعمل مجهود؟ الموضوع أبسط مما نتصور. كلها حاجات بسيطة نقدر نعملها. نهز رجلينا واحنا قاعدين، نتمشى شوية كل ساعة في الشغل، نختار السلم، نركن العربية بعيد شوية ونمشي. كل حركة صغيرة بتتحسب وبتزود الحرق الإجمالي. بس لحظة واحدة، هل معنى الكلام ده إن التمرين ملوش لازمة؟ لأ طبعا، ودي نقطة مهمة جدا. التمرين الرسمي أساسي لصحة القلب والعضلات والصحة النفسية وحاجات تانية كتير. الفكرة إن النيت هو أداة إضافية قوية جدا نستخدمها مع التمرين، مش بديل عنه. طيب، إيه الزتونة أو أهم حاجة نطلع بيها من الشرح ده؟ الخلاصة كلها في الجملة دي: الحركات اليومية العادية حتى لو كانت بسيطة زي التململ وهز الرجلين ليها دور ضخم في حرق السعرات وبالتالي بتساعد على فقدان الدهون. دي هي الرسالة الأساسية. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم اللي نفكر فيه بعد ما عرفنا كل ده، إيه هي الحركة الصغيرة ولو حاجة واحدة بس اللي ممكن نبدأ نضيفها في يومنا من بكرة عشان نستفيد من قوة النيت الخفية دي؟